ما هو انت يا كابتن يا تقول كلام في محله يا تقول حله يحله، بس قبل اي حاجه صلى على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. كابتن احمد سليمان كان طالع مع مهيب، بس انا عايز افهم حاجه، هو يعني ايه مسؤول في مجلس اداره نادي الزمالك كل يومين يطلع على التلفزيون؟ يعني انا عمري ما شفت كده في حياتي، عمري ما شفت ان مسؤول في اداره كل يومين بيطلع على التلفزيون مع لقاء ده ومع ده ومع يعمل لقاء مع ده ومع ده. دي نقطه. النقطه التانية، يعني ايه بدري انا ومجلس الاداره ان احنا مالناش نودي لعيبه المنتخب؟ يعني هو مزاجك؟ يعني هو معلش، هو عشان مثلا عواد ما لعبش ولا اي حاجه ده بمزاجك معناش اودي اللعيبه؟ طب خلوهم ما يروحوش. ده الاهلي لعب بطوله دوليه اللي هي كاس العالم ولعبته في المنتخب وما اعترضناش وتمام. فانت بقى حضرتك علشان ماتش وفي لاعب عندك ما لعبش تقول لي انا ما انتش همنع لعيبتي؟ انا كان عندي ماتش في ليبيا ولو كان معايا اللعيبه اكتر كنت هاخد فلوس اكتر. لا، هو اداره نادي الليبي قاعدين لا ده معاه 3 4 لعيبه زياده فانا هديله فلوس اكتر. في ايه؟ ما تقول كلام في محله يا عم. يعني معلش هي ده عقليه؟ يعني ايه مصطفى شوبير؟ لا، مصطفى شوبير احسن من عواد. عواد حارس كبير، حارس كبير بس احسن. مصطفى شوبير ذات نفسه احسن من الشناوي. يعني انا كواحد اهلاوي ومش انا لوحدي، كتير اهلاويه شايفين ان مصطفى شوبير يستحق يلعب عن الشناوي. وبعدين فيه ايه يعني؟ عواد لعب، الشناوي لعب، شوبير لعب، مش عارف ايه، فيه ايه؟ وماتش وخلاص مش هنحسم حاجه، يعني كده كده المنتخب صاعد فالراجل لعبه. الراجل مترشح لافضل لاعب في داخل القاره، افضل لاعب. وانت تيجي تقول لي لا ده مجامله ودي مجله؟ يعني ايه مجله؟ طب ما انت زيزو مترشح ليها. يعني هو انت زيزو لما يكسبها خلاص كسبها من مجله؟ احنا نتعامل على هذا الاساس. زيزو لو كسبها يا عم، زيزو واخدها من مجله. جايزه بياخدها محمد صلاح واخدها ابو تريكه قبل كده ونقول لك دي مجله. يا عم ماشي، هي مجله برضه. مش فاهم ايه المشكله. يعني انا عايز افهم العقليات اللي موجوده، انا عايز افهم بجد والله. وانا عايز افهم حاجه، يعني عواد لو كان لعب كان ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ ماتش وعادي والراجل بنلعبه علشان ياخد الثقه ويلعب ماتش دولي ومش عارف ايه، مش هيحصل اي حاجه يعني. انما لا، انا بدرس ان لعيبتي ما عادتش تروح المنتخب. طيب يا عم، هو شبور طلع قال لك لو راجل امنع لعيبتك، امنع لعيبتك ان قعدت تروح المنتخب. ننضج شويه ونكبر شويه، الموضوع والله ما مستاهل كل ده. عواد حارس كويس والشناوي حارس كويس وشبير حارس، كلنا حراس كويسين، الموضوع مش مستاهل كل ده. يعني ايه؟ ما مش فاهم، انا مش فاهم والله دماغ كابتن احمد سليمان. ومش فاهم برضو ازاي انا عضو في مجلس اداره نادي الزمالك واطلع كل يوم على التلفزيون، انا مش فاهم.